نقطة مهمة جدا للاعب الأهلي لازم ياخد باله منها وما يوقعش فيها. النقطة دي هي إن يلعبوا مباراة فاركو، تعتبر هي الأهم في الدوري كله، إن هي مباراة التتويج بلقب الدوري المصري للمرة 45. فأنت لازم اللعيبة تنزل بجد اجتهاد، تلعب كرة حلوة وتعرف تلعب كويس جدا، ونسجلوا أول دقائق كده جوان عشان نبدأ الماتش يبقى سهل علينا، مش نصعبوه علينا. فانت ما تستسلمش. اصل ده فاركو غلبان يديله 3 نقاط، فازلنا على بيراميدز يدوا 3 نقاط. انت يا حبيبي ممكن خسرت، بيراميدز فاز على سيراميكا بفرق الاهداف، ياخذ بيراميدز الدوري منك. مش ينفعش ياخدوا منك بيراميدز، ما ينفعش. انت النادي الاحسن في مصر وافريقيا وفي العالم الفترة الأخيرة. ما ينفعش فريق زي كده يعطلك وياخد منك بطولة الدوري. ده انت لو خدت البطولة دي هتكون دي أصعب وأحلى بطولة دوري تاخدها قبل ال 44. يعني انت مثلا واخد 44 دوري، لو خد دي عماد النحاس، لو خدت البطولة 45 دي هتكون أحلى بطولة دوري خدها النادي الأهلي عبر السنين اللي فاتت كلها. فمباراة فاركو هتكون صعبة جدا، صعبة. فاز على بيراميدز 3-2، هتشوف الماتش اللعيبة تلعب بجد عشان ربما يحصل تغيرات. فايز عليك اصلا هو اخر لقاء لعبته كان في كاس الرابطة وخسرك ب2-1، خسرك 2-1. ماشي بشباب، لكن انت متعادل معاه في الدور الاول. يعني شوف، يعني انت فاركو الموسم ده ما فزتش عليه خالص، بالرغم انه فريق قوي كده عرفت تكسبه. كسب بيراميدز. يعني انت تعادلت معاه في الدور الاول وخسرك في كاس الرابطة. فاذا ان فاركو فريق قوي. احمد خطاب مع فاركو مقدم مستواه رائع واجمل ما يمكن. عايزين ان شاء الله نفوز بالدوري 45 ان شاء الله يكون في الجزيرة، عشان حتى نعرف نلعب السوبر المصري. عشان كده انت ولو مشارك في رابطة ولا كاس مصر، ثم السوبر ياخدوا 4 حاجات: الدوري والكاس والرابطة والكارت الذهبي. فانت بطولتين ما مشاركش فيهم، يعني قدامك تاخد الدوري عشان تقدر تشارك في بطولة السوبر المصري الموسم الجديد. فأتمنى اللعيبة تلعب بجد واجتهاد، ولازم يكون في اجتماع بين عماد النحاس واللعيبة عشان ما يسيبوش اللقاء. وإن شاء الله الفوز لرجالة النادي الأهلي والفوز بالدوري 45، والدوري 45 إن شاء الله يكون في الجزيرة.